زي ما شفت في العنوان بالظبط، النتيجة هتفرح كل بيت في مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير جدا. خلاص بكتب النهايات هانت والنتيجة هتظهر، وكل اللي عدى خلاص خلص، معادش غير حاجات بسيطة جدا، ساعات قليلة جدا. جايلكم النهاردة بخبر حلو جدا جدا من مصدر موثوق. انا بصور لكم الفيديو ده الساعة 11:46 دقيقة، بس هينزل لكم النهارده برضو عشان اطمنكم. جاي لي خبر من بتاع ممكن ربع ساعه بالظبط، قررت ان انا اعرفه لكم حالا. النتيجه ان شاء الله هتكون النتيجه. بس قبل اي حاجه ما ننساش نعمل لايك شير سبسكرايب، كمان نفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل جديد. وما ننساش نكتب دعوتنا في الكومنتات علشان كل الناس تدعينا ان شاء الله، وان شاء الله ربنا يستجاب ليكم. تعبتم كتير، وصلتم لنهاية الطريق، فيلا نبدأ ونشوف احنا هنقول ايه النهاردة وايه الخبر اللي هيفرحكم. وهحط لكم السكرينات برضو، في ممكن يكون في الصورة المصغرة او هنا، يعني على حسب علشان ما نضرش الشخص ده. بس يلا نبدأ ونشوف احنا هنعمل ايه. جالي خبر حلو جدا 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 بجد، ان مفيش بيت فيه ثانوية عامة هيزعل السنة دي غير اللي ابنه او بنته اثر جدا. يعني ممكن انجح، كده كده انت ناجح، دخلت دور اول فانت ناجح. ازاي الكلام ده؟ نسبة النجاح عالية جدا، واكيد انتوا لاحظتوا معايا انا ظهرت لكم 4 مواد او 5 مواد تقريبا. بس اكيد في اماكن تانية ظهرت باقي النسب، وظهر كل حاجة. النسب تتراوح من اول 88% لحد 93%، فالنسب عالية جدا. طب ما انت كنت بتقولي لنا ان فوق ال95 حاجات قليلة. فوق ال95 يعني ناقص 5 درجات، 4 درجات بالكتير قوي، يعني مش كتير. لكن كمجمل عام انت ناجح ولا مش ناجح؟ فده كان نسبة عالية جدا. يعني كل اللي خايف، كل اللي متوتر، كل اللي قلقان ان هو ناجح في الكيمياء ولا الرياضة البحتة ولا التاريخ ولا الجغرافيا، كل المواد بتاعتكم بتاعت ثانوية عامة دي، لا خالص. النتيجة حلوة، الناس كلها هتفرح زي ما شفتم في الصورة المصغرة السكرين. مبسوطة لكم. بتمنى لكم ان انتوا تكونوا وقت النتيجة راضيين وصابرين محتسبين تعبكم عند ربنا، لان اللحظة دي بالذات الازهر جربها خلاص. بتكون لحظة خلاص تحديد مصير، انت بتحدد مصيرك في اللحظة دي. بس ان شاء الله هتكون لحظة جبر خاطر بإذن الله، وهتكون لحظة تكونوا مبسوطين بيها وراضيين بيها. بتوع الازهر حبايبنا بقى يكتبولي تحت في الكومنتات ويعرفوني برضو هم عملوا ايه، والنتيجة بتاعتهم عملت ايه، والمجاميع عاملة ايه. الناس اللي انا شفتها وكانت بتتواصل معايا تليجرام كانت بتتواصل معايا واتس، فالناس دي الحمد لله تتراوح كده من 92 98، ودي حاجة كويسة جدا 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 ومبشرة. واغلبهم كانوا ماشيين معايا على الكامب، ودي حاجة فرحتني جدا. بتمنى لكم بجد ان انتوا تكونوا حاجة كويسة في المستقبل. فرحوني لانهم كانوا ماشيين معايا على الكامبات، فرحوني ان هم وصلوا لحلمهم. تعبي مضاعش، مستنية برضو انتوا يوم النتيجة علشان اعرف تعبي معاكم انه مضاعش. آه وقتي اللي كان بيضيع وكنت بضيعه من الجامعة وكنت بضيعه من يومي معاكم، جداول وكامبات وحوار طويل كده كان ملخصه شوية صغيرين كده، مضاعش بالعكس كان موجود. آه، قدرتوا قدرتوا. آه، وصلتم وهتوصلوا ان شاء الله. اشوفكم دكاترة في المستقبل، مهندسين مترجمين قد الدنيا دي كلها. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. كان بينا لقاء وما كانش بينا لقاء، فالقاكم على خير. بس ان شاء الله يكون بينا لقاءات كتير، لان عامل لكم سلسله جامعات للناس اللي عايزه. اكتبوا تحت برضه في الكومنتات دفعه 2024 اللي بدات تبعتلي تليجرام من عيوني الاتنين. واستنى الفيديو اللي هينزل بعد ده، هعمل لكم فيديو حلو جدا برضه، هيكون صغير كده فهمكم الدنيا، وهنكمل بعد كده. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استنى عندك، انت ما عملتش شير ولا سبسكرايب، انزل بسرعه كده كومنت ودعوه حلوه، فرح صاحبك فرح صاحبتك، يلا بسرعه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.